صديقي العزيز، أرجوك أن تشاهد الفيديو للآخر، فهو لن يتعدى الدقيقتين حتى يتبين لك معرفة المعلومة كاملة. سبحان الله، لقد أصبح الإنسان بالفعل يقوم يوميا بعمل أشياء قد تؤدي به إلى الهلاك، وهو لا ينتبه ولا يلقي لها بالا. لذلك وكما تعودنا أن نتناقش معا كل الأمور الهامة، فإن موضوع اليوم أيضا في غاية الخطورة ومنتشر بكثرة في هذه الأيام. طعاما تأكله يوميا وبكل أسف هو ليس طعام أهل الجنة، ونهانا عن أكله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهانا أيضا الله عز وجل. ركز معي أخي في الله، لأن هذا الطعام بكل أسف دخل معظم بيوت المسلمين، وأصبح منتشر في المقاهي والنواصي وفي كل مكان، وهو محرم تماما، وعقوبة من يأكله عذاب أليم أعاذنا الله وإياكم منه. ولكي تعلم إن كنت قد سبق وأكلت هذا الطعام أم لا، فيجب عليك أن تجاوب على هذه الأسئلة من فضلك. هل سبق وتحدثت عن صديق لك وقلت عنه شيئا سيء في حقه؟ هل عندما أتى لك شخص يسألك عن أخلاق فلان قمت بوصفه بأنه شخصا ذات أخلاق سيئة؟ بكل أسف معظمنا دون أن ينتبه يقوم بالتحدث عن أشخاص في غيابهم، ويذكر فيهم أحيانا مواصفات سيئة. فمثلا عندما أرى شخصا أو فتاة لا تعجبني طريقة لبسها أو أخلاقها، أذهب على الفور وأخبر أصدقائي بأمرها وبأنها فتاة سيئة. كل هذه الأشياء السابقة سماها الإسلام بأنها الغيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أي أنك لا يجوز لك حبيبي في الله أن تذكر أخاك في غيابه وتتحدث عنه. والآن اسمع ماذا قال الله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أي أنك حبيبي في الله بفعلتك هذه سوف تأكل يوم القيامة لحم عف لشخص ميت. هل علمت الآن ما هو الشيء الذي تأكله يوميا وهو طعام لأهل النار والعياذ بالله؟ نعم، إنها الغيبة. لذلك رجاء أن تنتبه جيدا ولا تذكر شخصا في غيابه حتى لا تقع في متاعب كثيرة نهانا الله عنها. حبيبي في الله، بإمكانك الاشتراك في القناة لنتبادل الآراء معا لنصبح صحبة طيبة ونلتقي في الجنة بإذن الله.